الحمد لله بعد عناء طوال أكتر من 100 دقيقة مصر بتتأهل على جنوب أفريقيا وبنفك العقدة بواحد صفر. 1-0 من ضربة جزاء. ما عملناش حسنات تاني طول اللقاء غير هجمتين كده لو يعدوا، هجمة بتاعت إمام عاشور وكانت في هجمة تاني مرتدة إمام عاشور لو كان جري وكمل، ولكن الحمد لله مصر دفعت طبعا بفضل كابتن محمد هاني اللي أعتقد كل الأدعية هتبقى نازلة عليه لو كان حصل لمصر أي شيء أو كنا تعادلنا، لانه كان هيبقى تعادل غير مرضي لان احنا كنا ماسكين كوره وعلى الاقل ما بنخليش جنوب افريقيا تعمل حاجه الشوط الاول، ولكن الشوط الثاني طوفان جنوب افريقيا على مصر. والشناوي لازم ياخد حقه النهارده، الشناوي كان 10 على 10 النهارده، اتمنى المستوى ده يفضل موجود لانك مشكلتك يا شناوي ماتش حلو و10 لا، ودي طبعا بتبقى كارثه لمحمد الشناوي. اتمنى تفضل على المستوى دوت. محمد هاني كلمه لحضرتك بس، حضرتك واخد انذار وانت عارف انك واخد انذار، فجاي كوره في نص الملعب وباقي دقيقتين او دقيقه والشوط الاول ينتهي. ليه الكارثه اللي انت عملتها دي في نص الملعب؟ هل هي هجمه مرتده تستدعي انك تعمل كده؟ لا. طب ليه؟ يعني ليه عملت الكارثه دي يعني دخلت دخله؟ يعني بجد انا لو مدرب مصر مش هلعبك تاني فيها، مش هلعبك تاني بجد. كوره ايه اللي انت بتعمله ده؟ ليه التهور الفظيع اللي انت عملته في اخر دقيقه في الشوط الاول؟ فهمنا يعني، يا ريت تقنعنا ليه. تهور غير مبرر بالمره. ولكن الحمد لله عدينا وكسبنا 1-0، واحنا دلوقتي في انتظار انجولا، ولكن ماتش تحصيل حاصل، احنا خلاص كده اول مجموعه رسمي. حتى لو جنوب افريقيا كسبت احنا برضو اول رسمي في ان شاء الله في المجموعه. تاني حاجه بقى احب اتكلم فيها وهو الجمهور المغربي اللي ملا اللقاء تماما، ملا ملعب اللقاء وخلى الاجواء كاننا في مصر. جمهور المغرب كان يساند المنتخب المصري بشده. احلى تحيه، احلى تحيه واحلى سلام للمنتخب المغربي على مساندته لينا، وان شاء الله احنا بنساندكم، وان شاء الله البطوله مش هتطلع بره المغرب، مصر، الجزائر، تونس، ان شاء الله البطوله عربيه. ما يفرقش عندنا مين ياخدها، المهم تبقى عربيه، لان في منتخبات افريقيه قويه قادره انها تحصل على البطوله. ان شاء الله البطوله عربيه. والتحيه الكبيره للمغرب على مساندتها الشديده جدا، سواء في المدرجات، سواء على السوشيال ميديا، سواء في كل مكان. المغرب عمل حضور اعتقد ان ما اتعملش قبل كده لمنتخب عربي زيه، او منتخب عربي في البطولة وهو منافس ليه. المغرب يساند وبشدة، ونحن برضو واحنا بنساندكم وبنساند التوانسة وبنساند الجزائريين، بنساند اي منتخب عربي مشارك في البطولة. الف مبروك، ومصر للدور ال16، وان شاء الله الباقي لكل الأندية، أو كل قصدي المنتخبات إنها تصعد برضو لدور ال16.